وقف زعيم العصابة أمام القافلة يصرخ بلغة عربية مكسرة: أنتم في أرض صليبية، عليكم أن تدفعوا الجزية مقابل السماح لكم بالمرور. مقدار الجزية التي ستدفعونها 10 دنانير عن كل رجل، و5 عن كل امرأة، ديناران عن كل طفل، وعليكم كذلك أن تتركوا نصف أحمالكم، ومن يقاوم منكم نصادر أحماله كلها ونقتله. هيا اسرعوا، أما سمعتم الكلام؟ نظر الخادم إلى صلاح الدين فرآه غاضبا يكاد الشر يتطاير من عينيه، فخاف عليه واقترب منه وأمسك به ورجاه ألا ينفعل، وأوصاه ثانية ألا يفصح عن اسمه. ترجل فارسان من الصليبيين وغرس رمحين في الأرض، ثم أحضر رمحا ثالثا وربط بينهما ولم يشد وثاقه، وجعلاه يتحرك كما يخلو لهما. ولما انتهي من مهمتهما صاح قائدهم: ينبغي على كل فرد منكم أن يمر أولا من هذه البوابة، ثم يدفع الجزية للفارس الموجود هناك، وليقف كل واحد في مكانه بعد أن يصل. ضحكات الصليبيين تتعالى في المكان وهم يسخرون من المارين، فالرجال الذين نصب الرمح وقف كل واحد منهما يمسك بطرف الرمح، يتعمدان رفعه وخفضه حتى يمر المرء راكعا، وإن لم يعجب من الرجل خفض الرمح حتى يمر ساجدا. وقف صلاح الدين يتأمل الرجال وهم يمرون من البوابة، فلم يتمالك أعصابه فصرخ بأعلى صوته: كفوا أيها المجرمون، ألا توقرون كبيرا ولا تحترمون عاجزا؟ ألا تشفقون على طفل صغير؟ سمع الصليبيون كلامه فتوعدوه صائحين: وأنت ستمر كما يمر الباقون، وسنرى شجاعتك بعد قليل. صاح القائد: هيا يا غلام يا بطل الأبطال، أرنا شجاعتك. ستمر من هنا لا راكعا ولا ساجدا، ولكن حبوا وفي سرعة البرق. أمر القائد الرجلين أن يخفض الرمح إلى أدنى مستوى، وصرخ في وجهه: هيا تقدم، ألم تسمع كلامي؟ رمقه صلاح الدين بطرف عينيه ولم يتحرك من مكانه. كرر القائد كلامه: أيها الأبله، أما سمعت؟ هيا نفذ الأوامر، وإلا جعلتك عبرة لغيرك. صاح صلاح الدين وقال: لا أنحني إلا لله عز وجل. كاد قلب الخادم يسقط أرضا. اقترب منه راجيا أن ينفذ الأوامر، لكن الغلام الشجاع قال له: لن أمر حتى لو قتلوني. امتطى قائد العصابة جواده وهو في حيرة من أمر هذا الغلام العنيد. انطلق يدور حوله وهو يقول: من أنت أيها الغلام حتى تعصي أوامري؟ لقد أخرتنا كثيرا. صاح كثير من الرجال: نفذ الأمر يا غلام ودعنا نمشي في سبيلنا، ولا تعاند كثيرا. أخذ يلف ويدور حوله عليه يرهبه. انطلق نحوه كالريح، اقترب نحوه كثيرا وكثيرا، لكن البطل ظل كالطود الشامخ. شد لجام فرسه واندفع نحوه والشر يتطاير من عينيه. من تظن نفسك أيها العنيد؟ سأقتلك في الحال إن لم تنفذ الأمر. رفع سيفه إلى الأعلى، ولكن الصبي لم يهتز، وصل يحدق في رئيس العصابة وكأن شيئا لا يعنيه. غرس سيفه في الأرض وصاح بأعلى صوته: ألم أرقى حياتي في غلاما عنيدا مثلك؟ لو كنت كبيرا لقتلتك، ولكن الذي يشفع لك هو صغر سنك. فقال: سأسامحك في المبلغ، ولكن عليك أن تمر من بين الرمح مرتين. لن أمر وتقول. فقال له: لن أمر، ماذا تقول؟ قال الذي سمعته. تحير القائد من أمر هذا الغلام العنيد، وأحب أن ينهي الموقف بحفظ ماء وجهه، فقال له: إذن عليك أن تدفع 5 دنانير بدل الدينارين. لن أدفع لك شيئا. ماذا تقول يا غلام؟ ماذا سمعت يا أعلج؟ عندها هرم الخادم عند القائد وهو يحمل الدنانير الذهبية ال5، فصاح صلاح الدين: ارجع مكانك ولا تعطيه شيئا. أخذ بعض رجال القافلة يتململون من الانتظار والخوف يعلو وجوههم، وصاروا يرجون صلاح الدين أن يحل المشكلة ويترك الخادم يعطيها النقود وتنتهي المشكلة التي طالت. تقدم الخادم إلى صلاح الدين ليسأله عن سر هذا العناد، فقال له: انتظر قليلا وسترى ما يعجبك. وما كاد صلاح الدين ينهي كلامه حتى كان جنود أيوب وشركوه قد أحاطوا بالجنود الصليبيين من كل مكان. عندها صاح الناس: الله أكبر، الله أكبر. أمسك الجنود الصليبيين 10 وأحضر شركوه حبلا غليظا شديد، وربطوهم وأخذوا منهم ما سلبوه من المسافرين وردوه إليهم. صاح أيوب: الحمد لله على سلامة الجميع. أين ابني يا صلاح الدين؟ صاح الغلام: أنا يا هنا.
اقترب صلاح الدين من أبيه وعمه وسلم عليهم وشكرهما، فقال أبوه: الشكر لله أولا ثم للحمامات التي أوصلت الرسالة. ذهل الجميع من المفاجأة، نزلت كالصاعقة على أفراد العصابة الأشرار الذين سيقودوا كالخرفان أمام جنود المسلمين إلى قرع التكريت. هذه هي سيرة البطل الصغير يوسف ابن أيوب، الذي عرف فيما بعد بالبطل صلاح الدين الأيوبي.